لو انت عايز تغير الواقع بتاعك ركز معايا قوي في ال6 نقط دول، لان دول اهم 6 نقط معطلات للواقع. ولو هم موجودين في حياتك فانت كده محكوم عليك ان انت تفضل واقف مكانك. اول معطل هو الدايرة القريبة منك، يعني متوسط ال5 اشخاص اللي انت بتقضي وقتك معاهم. لو انت وسط اشخاص شفراتهم متبرمجة على الشكوى، على الندرة، على الخوف، فانت هنا من سابع المستحيلات ان شفرة القيادة بتاعتك انت تتفعل. انت هنا بتكون بتعمل ايه؟ بتتشرب احباطهم باللاواعي بتاعك، بتبقى نسخة منهم وانت مش حاسس. الدوائر دي مش بس بتعطلك، دي بتمحي الهوية الاصلية بتاعتك وبتلبسك ماسك مش بتاعك اصلا. تاني معطل هو الالغام اللي انت شايلها جواك، اللي هي ايه؟ غضب قديم، حزن انت ما قلتوش، خذلان حصل لك من سنين وقلت خلاص انا نسيت. الحقيقه ان انت هنا ما نسيتش، جسمك هو اللي شال الطاقه المكبوته دي. المشاعر المكبوته دي بتعمل قفله في رادار الاستحقاق عندك. طول ما جذورك محمله بتقل الماضي مستحيل الفروع بتاعتك تلمس السما في المستقبل. انت محتاج ان انت تنظف شفره الجذور عشان تفضي مساحه لواقع جديد. تالت واخطر معطل هو التسويف، مش ان انت تأجل شغلك، لا، ان انت تأجل قراراتك المصيرية. كل قرار انت عارف انك لازم تاخده ومأجله هو ثقب طاقي بيسرب الطاقة بتاعتك. العقل الباطن بيفضل شغال في الخلفية، بيفكر في القرارات المعلقة، وده بيخليك مستنزف وما عندكش شغف لأي حاجة جديدة. ركز قوي ان القيادة في الطاقة تساوي حسم، والتسويف يساوي تبديد. رابع معطل هو محاولة ان انت تكون الشخص المثالي في نظر الكل، ان انت تفضل تقول وانت عايز تقول لا، ان انت تيجي على وقتك وعلى طاقتك عشان ما تكسفش حد، او عشان تحافظ على صورتك كشخص جدع. الحقيقة ان انت كل مرة بتخون فيها رغبتك الحقيقية عشان ترضي غيرك، انت هنا بتعمل شورت في شفرة قيادتك. الشخص اللي ما بيعرفش ان هو يحط حدود هو شخص مستباح طاقيا، وواقعه بيفضل ملك للآخرين مش ملك لنفسه. خامس معطل هو تغذية عقلك بنجاحات غيرك طول اليوم، ان انت تقعد تقضي ساعات بتشوف قشور حياة الناس على السوشيال ميديا، وتقارن ما بين كواليس حياتك وما بين اعلانات حياتهم اللي هم بيعرضوها. ده بيعمل لك هنا حالة اسمها التشتت الطاقي. بدل ما الرادار بتاعك يبقى مركز في بناء النسخة الأصلية منك، بيبقى مشغول ان هو يطارد نسخة مش بتاعته اصلا. المقارنة في الطاقة هي السم اللي بيقتل الشغف قبل ما يتولد من الأساس. سادس معطل والأخير هو عقلية لما اتجوز هبقى سعيد، لما استقيل هبدأ مشروعي، لما السوق يتعدل هبقى غني. الانتظار ده هو أكبر وسيلة بيستخدمها عقلك عشان يهرب من التجسيد الآن. انت هنا رابط استحقاقك بظروف خارجية مش في ايدك أصلا، وده هنا معناه ان انت سلمت مفاتيح القيادة بتاعتك للصدفة. ركز معايا قوي في الجملة دي. القيادة الحقيقية هي ان انت تفعل شفرتك في عز اللخبطة مش لما الدنيا تروق. واحنا في كورس فك الشفرات بنقفل ال6 سكوب دول تماما من طاقتك، لاننا في محطة شفرة الجذور بنفكك الالغام والمشاعر المكبوتة وبنكسر قناع ارضاء الاخرين عندك. وفي محطة فك التعلق بنعلمك ازاي تنظف الدواير وتبطل المقارنات وتحرر نفسك من الانعكاسات السلبية. وفي محطة البرمجة والتجسيد بنحول التسويف والانتظار لقرارات حاسمة بخارطة طريق واضحة. فلو انت حابب ان انت تنضم معانا لكورس فك الشفرات، تقدر ان انت تكتب لي في كومنت كلمة تفعيل وهيتم ارسال كل التفاصيل فورا، او تقدر ان انت تتواصل عبر الرقم الموجود على الشاشة او الرقم الموجود في البايو.